عايز بقى محدش ينصب عليك ومحدش يضحك عليك وما تقعش في فخ المستريحين ولا النصابين. عايز لما حد يجيب لك فرصة ويقول لك الحق دي فرصة تعرف إذا كانت فعلا فرصة ولا فخ. عايز لما تشوف أي بزنس أو أي مشروع تقدر تحدد هو المشروع ده مناسب ليك ولا مش مناسب ليك. عايز تعرف الناس اللي عندها خبرة بجد من الناس اللي بتقعد تتكلم وخلاص. عايز تبقى فاهم الحياة دي بشكل دقيق جدا وعميق جدا جدا جدا. يبقى حل حضرتك انك تعرف اسم الله الخبير. ايوه، هو سبحانه وتعالى عليم وخبير كمان، لان هو يقول لك كده: الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. خبير يعني ايه؟ يعني عارف ظواهر الامور وبواطنها، يعني عارف ادق التفاصيل بتاعت كل شيء. يعني انت اصلا عمرك ما هتلاقي ان في موجة تقدر تخدع بحر، ولا هتلاقي سحابة تخدع سما، ولا هتلاقي ورقة شجرة بتحاول تخدع او تنصب على الشجرة نفسها. فانت كإنسان عمرك ما هتقدر تشغل دماغك على اللي خلقك بالبلد. يعني ليه بقى؟ لانك لما تكون في وضع حاجة وعايز تعدي منه بتدور على الخبير في الحاجة اللي انت محتاجها. يعني لو عندك حاجة ليها علاقة بالقانون بتشوف محامي، ولو عندك حاجة في الصحة بتشوف طبيب، ولو عندك حاجة في البيزنس بتشوف حد متخصص في البيع او في التسويق يخدم الحتة اللي انت محتاجها. فأصبح ان اسم الله الخبير بيقول لك ان اللي خلقك خبير، خبير وعارف كل شيء، وعارف الشيء قبل ما يبقى شيء وبعد ما بقى شيء، وبعدين هيحصل في الشيء ده شيء ولا هيفضل شيء زي ما هو. فعشان انت توصل لاسم الله الخبير وتطبقه وتفهمه وتعرفه وتعيشه انت في حياتك لازم تعمل اكتر من حاجة. هو اداك منظومة كده ازاي تكون خبير. لو انا سألت حضرتك ازاي تكون خبير هتقول لي هدرس كويس وهتعلم كويس وهكون مركز في الحاجة اللي هعملها. اقول لك صح جدا. وكمان عنصر الزمن مهم جدا. فنقدر نلخص حضرتك عشان تكون انسان خبير في الحياة. مش كده ربنا يقول لك وما ينبئك مثل خبير؟ ايوه، اللي هيديك المعرفة هو الخبير، والخبير جاي من اصل خبر، والخبر ده يعني شيء الانسان مر بيه. عمرك ما هتلاقي اللي بدأ يبني عمارة دلوقتي زي اللي بيبني عمارات من 20 و30 و100 سنة. عمرك ما هتلاقي اللي لسه بادئ دلوقتي زي اللي بدأ من 20-30 سنة. ولكن باسم الله الخبير تعرف ازاي تكون خبير في الشيء اللي انت هتعمله. فانت الاول عشان تبقى خبير هتعمل 5 حاجات. رقم 1 العلم، ثم العلم، ثم العلم. يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. كل ما درست اكتر وكل ما خضت في التفاصيل اكتر في الشيء اللي انت بتعمله في ادق التفاصيل. يعني لو انت راجل فوتوجرافر مسكت الكاميرا وقعدت تشوف دي بتتكون ازاي والسوفت وير بتاعها ايه وبتشتغل ازاي، وقعدت تجرب تصور مره واثنين وثلاثه و10 و20، هتبقى خبير في التصوير. وهكذا على كل المجالات، لان الرفعه مش هتيجي غير بالايه؟ غير بالعلم. رقم 2 الزمن. اوعى تتجاهل اللي سبقوك، واوعى تتعالى على الخبراء اللي فاتوا. افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. لازم تبص وتشوف، لازم تشوف اللي قبلك عمل ايه ووصل لايه. لو بتصنع عربية ما تتجاهلش اللي بقالهم مئات السنين بيصنعوا عربيات. لو داخل في مجال ما تقولش انا اللي هخش اقفل المجال وانا اللي هبقى. ليه؟ هيكون احساس ليك انت بالانجاز، انما من بره ونظرة الناس ليك وحقيقتك في الواقع للأسف مش هيبقى فيها انجاز. فلازم تاخد بالك من عنصر الزمن وتدي لنفسك وقت. الجنين في رحم الأم ليه مدة إلهية محطوطة، هم ال7 شهور أو ال9 شهور، و7 شهور خطر كمان، وأقل من كده لا قدر الله ممكن الجنين يموت. أصبح إن كل حلم حضرتك بتحلمه محتاج خبرة، وأي خبرة محتاجة وقت. فبعد إذنك ما تستعجلش وما تتسربعش، لأن السربعة ضد الخبرة. عشان كده ربنا يقول لك وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أيوة، الصبر فيه حظ عظيم مع خبرة. 3 حاجة البحث والسعي الدائم والتجارب ليل نهار على الشيء اللي انت بتعمله. يعني حضرتك تقعد تبحث في الشيء وتسعى بكل ما اوتيت من قوه على حسب سعيك، وان ليس الانسان الا ايه؟ الا ما سعى. كل ما سعيت اكتر كل ما خبرتك زادت اكتر واكتر. رقم 4 بعد اذنك، في رقم 4 دي هتبتدي تحصل على الخبره. الخبره من غير قوه وامانه تضيع.
فبعد اذنك وانت في طريقك انك تكون انسان خبير، خلي عندك قوه وامان. لان النهارده لو انت راجل خبير في الموبايلات ممكن تتجسس على الناس بغير حق. ممكن حد يأتمنك على موبايل او على لابتوب تصلحه فتخش تخترق الداتا وتخش في خصوصيات الناس. فللاسف تخسر خبرتك وتخسر دنيتك وتخسر اخرتك. لان لو اكتشف وبيكتشف هتتفضح في الدنيا، وللاسف ربنا يسترها عليك في الاخره. مش كده سيدنا موسى اتوصف بالقوه والامانه، قالت يا ابت استاجره ان خير من استاجرت القوي الامين. فالخبير لازم يبقى قوي ولازم يبقى امين، لان القوه من غير امانه للاسف افترى، والامانه من غير قوه تضيع، ما نقدرش نحميها. خامس حاجه، بعد ما عملت كل اللي فات ده اسمه قدر المستطاع. فمن فضلك وانت في طريقك للخبره في اي شيء في الحياه، سواء بقى خبره جواز، خبره بيزنس، خبره صحه، اي خبره، اعمل كل اللي في ايدك وسيب كل اللي مش في ايدك على اللي خلقك سبحانه وتعالى. يعني اعمل كل المستطاع، واللي غير مستطاع سيبه للي على كل شيء قدير. 5 حاجات عشان تكون خبير من اسم الله الخبير وتعيش خبير في الارض: علم مستمر، احترام زمن ووقت، بحث وسعي دائم ما بينقطعش، قوة وأمانة، اعمل كل اللي في ايدك وسيب اللي مش في ايدك على ربك سبحانه وتعالى، وهو عمره ما هيضلك. لحد هنا اسم الله الخبير انا قدرت اوضحه قدر المستطاع، وده اللي قدرت عليه يعني. فلو في شيء انت شايف ان انا ما قلتوش قوله لي، ولو في آية عايز تفكرني بيها اكتبها لي. وعايزك كده عندك هوم ورك النهارده تتدبر في اسم الله الخبير وتطبقه في حياتك، وتشوف ايه اللي في حياتك ناقص خبرة وتطبقه بال5 حاجات اللي احنا قلنا عليهم دول. واستناني في حلقة جديدة وفي اسم جديد يقربنا اكتر من الثراء بإذن الله، في أسماء وأثرياء. سلام.